بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله معانا وصفة مصرية اصيلة. معانا محشي الكرنب، طبعا معانا حلة على النار سلقنا فيها الكرنبة بتاعتنا، وبعد كده في حلة على النار حطينا زيت وسمنة وبصل مقطعينه، هنبتدي نقلبه بس تقلبتين كده مش هنحمره، وبعد كده هننزل عليه بالصلصة بتاعتنا. جربوها، هيبقى ني في ني، طعمه جميل وصحي عن المتسبك. هنا نزلنا بالصلصة بتاعتنا. بعد كده بقى هناخد الورق بتاع الكرنب بتاعنا ونبتدي بقى نقطعه. هنلفه بالشكل ده ونقطعه كده على اجزاء لحد ما نخلص الكمية بتاعتنا. بعد كده بقى هناخد اللي احنا قطعناه ده ونقطعه قطع قطع عشان نعرف نلفه بمنتهى السهولة بالشكل ده كده. وهنا كانت الصلصة بتاعتنا جاهزة، هنبتدي ننزل بقى عليها بالتوابل، ملح وفلفل وكمون وكزبرة وبابريكا. وهنا الرز بتاعنا غسلينه، معانا الخضرة بتاعتنا غسلينها ومقطعينها، هنبتدي نضيفها على الرز. ومعانا جزرة مبشورة، جربوها مع المحشي هتديكوا طعم مختلف وجميل. وطبعا الخضرة وهي فريش كده طبعا طعمها احسن لما تحطيها في الطماطم. هنبتدي بقى الاول نقلب المكونات بتاعتنا كده عشان ننزل عليها بالصلصة بالشكل ده. ونبتدي بقى نخلط المكونات كلها مع بعضيها. طبعا احنا جهزنا الحلة بتاعتنا وحطينا فيها هنا ورقة من ورق الكرنب عشان المحشي بتاعنا ما يلزقش في قعر الحلة بالشكل ده. بعد كده بقى هنبتدي نلف المحشي بكل سهولة. وده شكله بعد ما لفيناه. هنبتدي بقى هنا نحطه على البوتاجاز ومعانا ميه مغليه. هنحط طبق كده على الوش بتاع الحله علشان خاطر المحشي كله يستوي. نبتدي ننزل بالميه، هتبقى يدوبك بمستوى اول صف في المحشي الميه عشان يطلع معانا مفلفل وكويس. وده شكله معانا اهوت بدأ يتشرب. في تريكايه بقى هنعملها، هنحط بقى عليه رش زيت كده هتديله لمعه وفلفله للرز جميله. وبعد كده هنوطي عليه بقى البوتاجاز لحد ما يتلدن. شكله معانا اهوت بعد ما جهز. جربوه بقى وقولوا لي ايه رأيكم، واشوفكم على في فيديو جديد ان شاء الله.